السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنشرح في مجموعة فيديوهات كده مادة الانجليزي بتاعتنا، نحاول نفهمها مع بعض ونبسطها ان شاء الله خير يعني. ومعانا اول فيديو النهاردة هنشرح البارافريزنج. يعني ايه بارافريزنج؟ يعني يبقى عندي فكرة معينة من مصدر معين، انا بصيغها باسلوبي، بعمل لها اعادة صياغة تاني باسلوبي، بس بحافظ على معناها الاصلي. يعني عندي جملة ما او فكرة معينة لقيتها في مكان معين في مقال معين، انا بعمل لها اعادة صياغة على اسلوب يناسبني انا او باسلوب يناسبني انا، بس معناها الاصلي ما اتغيرش. حلو، حلو جدا. طيب ليه البارافريزنج دي مهمة؟ هنعرف في السلايد اللي جاية. مهمة ليه؟ عشان 3 حاجات. اول حاجة اكاديميك انتجريتي، وهي النزاهة الاكاديمية. طبعا ضرورية البارافريزنج النزاهة الاكاديمية. ليه؟ عشان ما اكونش انا مثلا عايز اعمل حاجه خاصه ببحث معين، فاروح اجيبها من مقال معين اخدها كوبي ودي فيها نزاهه في الموضوع، لا خالص. كده انا عملت سرقه ادبيه، خدت حاجه من مكان معين بغير استئذان الشخص اللي انا خدت منه عنده الحاجه دي، وقمت حطيتها عندي وكأنها انا اللي عملتها. الحاجه التانية التواصل الواضح. بيساعد البارافريزنج او عمليه البارافريزنج في التعبير عن الافكار بصدق الخاص. يعني ايه؟ يعني انا عايز اعبر عن فكره معينه، مش هروح اخد كلام كذا ولا عن هذا الشيء المعين واقوله، لا انا بتكلم انا بطريقتي، انا بفكرة انا. تالت حاجة التعلم العميق، وده بيجبرك على معالجة وفهم المادة حقا بدل من مجرد. يعني ايه؟ يعني مثلا انا عندي مادة مثلا وليكن زي الماس، في حاجة معينة أنا مش فاهمها، بعيد صياغتها انا عشان احاول انا افهمها، بدل ما اصمج الحاجة مكنش فاهمها واحطها في الامتحان وانا مش فاهمها. بعيدا عن ماليش دعوة ده اثبات المفروض يتكتب او يعني ماليش دعوة بالكلام ده، انا بقول على حاجة معينة definition مثلا الكلام دوت، اعمله انا عادة صياغة بطريقتي انا عشان افتكره انا وما انساهوش. طيب ننتقل بعد كده لانواع البارافريزنج او الاستراتيجيات بتاع البارافريزنج. اول حاجة using synonyms to reward key terms، يعني بستخدم المعنى او المفردات او صيغة استخدام عدد المعاني او المفردات دي. بقول لك هنا replace important word with words of similar meaning، يعني استبدل الكلمات الرئيسية بمفردات دقيقة وبحافظ على السياق الأصلي والدقة العلمية. طب ازاي؟ عن طريق 4 خطوات. أول حاجة هي بحدد الكلمة أو الكلمات الرئيسية والمفاهيم. طيب حلو جدا. بعد كده بجيب المفردات المناسبة ليها، يعني عندي هنا بحدد الكلمات الأول والمفاهيم، بعد كده أجيب الكلمات دي السينونيم بتاعها، المعنى بتاعها، بعد كده أتأكد من المعنى سليم، لازم أشوف المعنى بعد ما أحط الكلمات ده ماشي صح ولا لأ، الجملة باظت. بحافظ على الدقة العلمية في اللي أنا بعمله ده. طيب ندخل على أمثلة. بسم الله، ربنا يعيننا. أول مثال معايا هنا بيقول لي the diagram below show the process by which bricks are manufactured for the building industry. يعني الرسم البياني ده يوضح العملية اللي من خلالها بصنع الطوب لصناعة البناءات والمنشآت. بأي بناء عندي بصنع من الطوب. طيب لما عيد صياغتها هو عمل ايه الأول؟ جاب كلمة شو دي خدها وغيرها وجاب منها مكانها illustratus، وكلمة بروسيس خلاها واي، وكلمة manufactured خلاها made، وكلمة building industry خلاها ايه construction sector. دي اللي دي احولها لدي. حلو، حلو جدا. طيب لما نيجي نعمل بارافريزنج بقى، الناتج النهائي عايزين نشوف هل هو نفس المعنى ولا لا. لك the diagram illustrates the way bricks are made from the construction sector. يعني
يقول لك الرسم ده بيوضح الطريقة أو بيبين الطريقة التي يصنع بها الطوب لقطاع الإنشاءات، يعني الطوب اللي أنا بستخدمه في قطاع الإنشاءات. طيب مثال تاني هنا بيقول لي إيه the area is widely perceived as risky by investor. حلو. الاريا يقول لك المنطقة دي بينظر لها على نطاق واسع انها محفوفة بالمخاطر من قبل المستثمرين، يعني المستثمرين بيجوا يعملوا حاجات هنا فممكن يكون في مخاطر في المنطقة دي. طيب هو غير كده المستثمرين بالاستثمار، وكلمة وايد بيسيرف او اريا خلاها ريجن، وغير كلمة وجاب كلمة كونسيدر تعتبر، وريسكي خلاها ريسك. تعالى نقرأ الجملة ونشوف هل هي ليها ادت نفس المعنى ولا غيرت المعنى. Investment in the region is considered a significant risk. الاستثمار في المنطقة دي يعتبر مخاطرة كبيرة، يعني هي معناها برضو ان المنطقة دي محفوفة بالمخاطر من قبل المستثمرين. تمام. هناخد احنا شوية امثلة مع بعضنا كده ان شاء الله. من عندي انا هديها ان شاء الله، يعني هحطها هضيفها باذن الله. طيب المثال بيقول the weather is unpredictable. الطقس غير متوقع. طيب انا اقدر اعمل ايه هنا؟ اغير ممكن كلمة الطقس دي واخليها climate، برضو الطقس. طيب كلمة ايه تاني؟ unpredictable وخليها forecast، غير قابل للتوقع. طيب ماشي، تعالى نعملها مع بعضنا ونستخدم مثلا ده. نقول لك هنا ده طبعا الاوريجين، دي الاوريجين بتاعتنا ودي البارافريزنج. the climate is hard، صعب، الطقس صعب to forecast ان احنا نتوقعه ونقول ايه المنتظر في الطقس ده، او يعني الطقس هيبقى ايه. تمام، نفس المعنى اهو، مفيش اختلاف ما بين الاتنين. طيب تمام، نكمل. مثال تاني المثال التاني هيدور حول ان شاء الله رب العالمين. هو بيقول the economy عذرا على الكتابة عشان بقى بكتب بإيدي is hard، لا مش is hard، معلش خدتش بالي، is growing rapidly، يعني ينمو بطريقة أو على نطاق واسع، أو ينمو بطريقة كبيرة جدا. ممكن نغير كلمة growing rapidly،
خلاه expanding quickly، يعني بيتوسع ويمتد بسرعة. يبقى هنا البارافريزنج بتاعنا هتبقى كالتالي: The economy is expanding quickly. حلو جدا. طيب تمام كده، أظن اكتفينا بالأمثلة على المثال التاني أو النوع الأول قصدي. نخش بقى على النوع التاني، ألا وهو اللي change word forms، بغير شكل الجملة. صح جدا. طيب بغير شكل الجملة ازاي؟ خلي الاسم فاعل أو الفعل الصفة اسم، بعيد هيكلة الجملة. طيب تعالى نشوف مثال. الجملة الأصلية بتاعتنا بتقولك the line or graph shows the consumption of meat. الجراف اللي قدامي أو الرسم البياني اللي قدامي ده بيوضح استهلاك اللحم. كلمة استهلاك أو consumption دي اسم، ممكن أحولها لفعل، فأقول هنا الجراف يوضح كيف اللحمة بيتم أو تم استهلاكها. ده أنا حولت البتاع من اسم أو من الاسم من اسم لفعل، من اسم هنا لفعل. طيب ناخد مثال آخر. privatization has failed، يعني الخصخصة قد فشلت. معرفش يعني ايه خصخصة صراحة. فهنا ده اسم وده فعل، غيرت الفيلد دي خليها هي الاسم، والاسم خليته زي ما هو يعني. فقلت failure of private sector is evident، لك الفشل في القطاع الخاص واضح. evident يعني واضح. تمام. ناخد احنا شوية امثلة مع بعض كده ان شاء الله بنعلنا بنا يرزقنا الفهم. لما اقول لك مثلا population، دي الجملة الاوريجين بتاعتي انا الاصلية. population و pollution، معلش خدتش بالي. pollution الليل بقى مش خد بالي خالص. is a serious problem، التلوث مشكلة سيئة. نعملها بارافريزنج مثلا ازاي؟ التلوث دي اسم، ممكن نقول مثلا بليوتد، بس هنعملها في الجملة الجاية. بص لما نعملها بارافريزنج هنقول polluted environment، البيئات الملوثة تسبب serious problems، مشكلات سيئة. تمام جدا. طيب ناخد مثال آخر. he، هنجريها واحدة. he is أو he، معلش he succeeded
succeeded in passing the exam. اما اجي اعمل للجملة دي paraphrasing، اقول مثلا هو هنا ايه، نجح في انهاء الامتحان او ان هو يمر من الامتحان ويعدي من الامتحان ده. هو نجح هنا، لكن انا عايز اقول هنا نجاحه في انهاء الامتحان كان مثلا كويس او كان محسن يعني. his success in passing the exam was impressive، يعني مثلا مبهر. حلو حلو جدا، تمام. لك نجاحه في اجتياز الامتحان كان مبهر. هو فوق بيقول لك هو نجح في اجتياز الامتحان، تحت هنا بيقول لك نجاحه في اجتياز الامتحان كان مبهر، كان يعني ايه، حاجة كويسة جدا. طيب انتهينا كده برضو من النوع ده، وارجو انكم تكونوا فهمتوا، واللي مش فاهم حاجة يبقى يبعت ان شاء الله يجاوب عليها. يعني الفيديو ان شاء الله هيكون على تقريبا اليوتيوب، فاللي مش عارف حاجة واعمل كومنت ان شاء الله هرد عليه. تالت حاجة using passive voice transformation. حلو، بستخدم الطريقة التالتة وهي تحويل المبني للمجهول. بغير الجملة من المعلومة عندي مبنية للمجهول، بركز مين اللي فعل من مين اللي فعل العملية نفسها. يعني مثلا مثال عشان توضح لي الدنيا شوية، لك the developers invested 14 مليون دولار، أو المطورون استثمروا 40 مليون دولار في المشروع ده. طيب احنا هنا الديفلوبر اللي اخترعه، طيب عايزين نبنيها للمجهول، دي معلومة عايزين نبنيها للمجهول. ال 40 مليون was invited in the project by developers، يبقى تم استثمار 40 مليون دولار في مين؟ في المشروع. عمل ايه هو هنا؟ خلى ده اللي هو المفروض developers، المعلومة عندي خلاها هنا باي كذا اللي هي بقت مجهول، والانفنت عادي بنا بس الفعل بتاعي للمجهول. حلو حلو جدا. طيب مثال اخر، يقول لك a hotel employee، موظف الفندق، will carry your bags، هيحمل لك الحقائب بتاعتك، يشيل لك الحاجة بتاعتك. طب لما نبنيها للمجهول هتبقى ايه؟ نقول الحقائب بتاعتك سوف تحمل بواسطة الموظفين بتاع الفندق ده، او الفندق عامة، يعني مش شرط ده، او مش انت رايح فندق الموظفين اللي فيها يحمل لك الشنط بتاعتك. تعالى ناخد مع بعض شوية examples برضه. مثلا هنا بيقول لك، ارفع بس فوق شوية عشان نعرف نكتب. هنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، علمنا ما ينفع. The government، معلش بقى اعذرونا على خط، government built new roads، بنت طرق جديدة. لما اجي ابنيها للمجهول دي هقول فيها ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض. يبقى new roads were built، بنيت
بواسطة الحكومة by the government. تمام. عذرا. مثال تاني like people consume large amount of sugar every day. يعني ايه الكلام دوت؟ اقول لك يا سيدي يعني ايه دلوقتي حالا. يقول لك هنا الناس يستهلكون كميات كبيرة من السكر يوميا. يعني الناس بتاكل سكر كتير في اليوم. طيب ما نيجي نبني نقول الجملة دي نقول ايه؟ حلو اوي. هنقول صلى على النبي كده في الوقت الفاضي. صلى على النبي. large amount كميات كبيرة من sugar السكر are consumed تستهلك. وسط مين؟ وسط الناس طبعا يعني خيرهم. by people. تمام جدا. طيب نروح مع بعض للجزئية الرابعة وهي الاستراتيجية الرابعة وهي rearrange word. يعني بعيد ترتيب الجملة بتاعتي. تقول لي طيب مش احنا اخدنا التشينج فورم دي؟ اقول لك لا، بعيد ترتيب الكلمات بتاعتي ان انا بفكك الجملة وبعيد ترتيب اجزائها بس ما غيرش المعنى. التانية انا كنت بخلي الاسم فاعل والفعل اسم وهكذا. دي انا هعيد ترتيب الجملة بتاعتي تاني. حلو. حلو جدا. ناخد مثال يلا بينا. The line graph shows the consumption of 4 kids of meat in European country from 1979 ناقصين نترجم فاضيين to 2004. لما اعمل ري ارينج تاني اقول الجراف ده بيوضح كيفية من 4 انواع من اللحمة اللي بتستهلك على مدار 25 سنة في دول الأوروبية أو في دولة أوروبية. حاجة تانية أو مثال تاني هنقول هنا مثلا المثال ده بيقول إيه؟ After he studied John take a nap. بعد ما هو ذاكر جون خد قيلولة كده. لك جون خد قيلولة بعد ما هو ذاكر. ترتيب الجملة تاني بس يعني ممكن تقول انك شقلبتها مثلا. شقلبت مين؟ الجملة. طيب ناخد كده ايه بإذن الله مثالين كده مع بعض ان شاء الله عشان يوضح لنا الدنيا. تمام. طب المثال بيقول ايه يا كابتن يا سيدي الفاضل يا سيدي؟ بس عايزين ايه؟ مش كده عايزين نصغر خط؟ لا تمام قشطة ان شاء الله في مكان. هنحاول احنا ايه نكبر كده سيكا ونصغر خطنا شويتين عشان ايه كان ناخد ايه يقضي ان شاء الله. The company increased
its profits. زودت أرباحها last year السنة الأخيرة الماضية due to بسبب better عذرا برضه على الخط سامحوني marketing بسبب الماركتينج. طب لما نعمل بارافريزنج الجملة دي نعملها ازاي؟ تعال نشوف. لك الشركة زودت مبيعاتها أو أرباحها السنة اللي فاتت بسبب الماركتينج. أنا أقول هنا بسبب تحسين الماركتينج الشركة الكومباني أو أرباح الشركة بقى profits company's profits grow last year. أرباح الشركة مين؟ زاد. مثال آخر عشان نخش على آخر حاجة يقول لك هنا eating معلش خليها بلون لا إن شاء الله خير يعني إن شاء الله يعني رجعنا تاني مش زي ما احنا اهو نقول eating healthy is important. هنا يقول لك الأكل الصحي مهم للحفاظ على نمط الحياة. طب انت بتترجم قبل ما تقول الجملة قدامي اللي انا بعمل مثال بس مش اكتر. maintaining كده عشان انقل الجملة مش حافظ a good lifestyle. الأكل الصحي مهم للحفاظ على نمط الحياة. يبقى اما نيجي نعمل له بارافريزنج بطريقة إعادة ترتيب الجمل هنقول عشان to maintain عشان a good life style معلش بقى نزلنا تحت it's important عشان تعيش حياة جيدة ومن المهم انك تاكل اكل صحي وتبقى تاكل اكل صحي صح اكل صحي. طيب نرجع بقى لاخر مثال معانا النهارده ان شاء الله او اخر نوع معانا النهارده ونبقى مالنا فينش لاول محاضره ان شاء الله. معلش لو ضايقتكوا شويتين او لو طولت ولكن بقدر الامكان حاولنا نلم الدنيا. اخر نوع اسمه دمج التقنيات او دمج اكتر من تكنيك عشان اخد اعلى فايده. بمدج فيها المفردات والوورد فورمز وشكل الكلمات وترتيبها عشان احصل على اقوى صيغه عندي. فالمثال هنا بيقول لك الكوالا bear of Australia is a living teddy bear. Its thick coat of gray fur is just as soft as the beloved toy. يقول لك دب الكوالا في استراليا هو دب لعبة حي. دب الكوالا في استراليا الحي هو دب لعبة. فراءه الرمادي ماله ناعم تماما مثل اللعبة المحبوبة. حتى هو جايب تقريبا مش عارف جايب صورته ولا لا يعني ناعم ماشي. يبقى لما combine strategy paraphrase لك koala Australia reasonable of a life teddy bear
with densely gray fur coat of soft as the toy itself. لك كوليسترولي يصبح دب اللعبة الحي بغطاء من الفرو الرمادي الكثيف كاللعبة نفسها. ماشي ماشي كده. ده كان اخر حاجة معانا. هناخد بس ايه كم مثال كده، او مثال عشان ما نطولش عليكم، مثال او مثالين على حسب ما نقدر او يسر لنا الحال يعني. مثال بيقول هنا ميني، لك بلاش اللون ده نغير برضه عشان ايه. many people believe، في هنا ايه that، اعتقدوا ان ال education is the key to success، ومفتاح النجاح. وطبعا يعني معظم الآباء طبعا على راسنا طبعا، التعليم طبعا أكيد مفتاح النجاح يا شباب، ولا إيه؟ حد عنده رأي تاني؟ لما نعمل لها بارافريزنج تقول لك ممكن نكتبها كالآتي. يقول لك لا معلش يقول لك هنا it أو it's widely believed that، معتقد الصحيح الواسع، او من معتقد عالمي يعني مش عالميا ولا حاجه، ولا بقول لك المعتقد المسيطر على الناس يعتبر ان ان الاديوكيشن، ليه بنشخبط، امسح education، ان التعليم يلعب a vital role in achieving success، في تحقيق النجاح، يلعب دور مهم جدا في تحقيق نجاح. طيب الجملة الجاية بقول لك global، آخر جملة إن شاء الله، global warming is affecting the environment negatively، يعني الاحترار العالمي بيؤثر على البيئة بطريقة سلبية جدا. طيب لما نعمل له بارافريزنج هتبقى كالآتي، إن البيئة بتكون حارة وفيها احترار يعني، بسبب أو واسطة التأثير بتاع الاحتباس الحراري أو الاحترار العالمي. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. عاملين نكون استفدتوا بأي شيء، اللي استفاد بأي شيء يعني عملنا دعوة حلوة كده، اضغط لايك وسبسكرايب. وإن شاء الله هننزل برضو كمان الحل بتاع الدكتور بتاع المحاضرة نفسها، اللي هو الحل كل محاضرة، وإن شاء الله هننزل كل المحاضرات بإذن الله، نلحق بإذن الله ونفيدكم ولو بشيء بسيط. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.